رسالة مهمة لإخواني اللاعبين، الكرة في ملعبكم. أي واحد ثاني ما يتحمل مسؤولية، أنتم الوحيدين اللي تتحملون المسؤولية. حتى المدرب يعطيكم خطوط عريضة هيدلاين وأنتم داخل الملعب ما تنفذون الواجبات، وأنتم بالملعب بحرصكم بتفانيكم بالتزامكم داخل الملعب بحبكم لبلدكم لتمثيلكم لمنتخب البلد، أنه تظهرون بالنتيجة الطيبة. ضروري جدا أنه تفكرون بالنتائج الطيبة، خلي الأمور السلبية. وأنا ما أعتقد، أنا ضد فكرة أنه لازم نسوي أجواء وردية حتى أنه المنتخب يتأهل. أنا ضد هاي الفكرة. إحنا من رحم المعاناة حصلنا على بطولة، من رحم المعاناة أخذنا رابع في أثينا، من رحم المعاناة والمشاكل وصعوبة التنقل قدرنا أنه نصنع من لا شيء شيء. فأنتم بإمكانكم حب الجماهير وتفاني الجماهير وحتى اللاعبين وبروز أكثر اللاعبين ومحبة الجماهير لهم بعد مستوى طيب وأداء طيب كان في المباريات السابقة، إذا كانت في البطولة الآسيوية وحتى في تصفيات كأس العالم. محبتي لكم، محبتي للجمهور العراقي الكبير، وأنا في وجهة نظري الكرة في ملعب اللاعبين فقط. أنتم قدها إن شاء الله.